احنا النهارده في ارض الموقع في سيوه بنشرف على اعمال الزراعه بنفسنا. ازيك يا مستر محمد؟ عامل ايه؟ ازيك عامله ايه؟ كويس الحمد لله. ايه بتعملي ايه؟ ببص على النخل اللي اتزرع. وانتوا بتعملوا ايه؟ تعالوا ايه الاخبار؟ بجد منظر الارض يفرح. مش قادره اقول لك حاجه احنا تانية. بدأنا زراعه وبدأنا كفاح. دي حقيقه. قعدت مع الباشمهندس ابراهيم والباشمهندس محمد منير. قعدت معاهم وقعدنا اتكلمنا شويه وبلغوني ان احنا خلاص بدانا اهو زراعه واحده واحده وفي اقرب وقت. بدأنا في زراعه الباشمهندس عبد الرحمن. ايوه دي حقيقه وهنكملها النهارده. قطعه قدس السيد بفضل الله خلصت. قطعه الاستاذ اسامه خلصت برضه. اسمه ايه يا حبيبي؟ اسامه. استاذ مبروك بفضل الله خلصت وهنبدا دلوقتي. بدانا في قطعه استاذ عبد الرحمن، قالوا لي على كمان يومين هتكون خلصت. بصي النجاح، الانجاز هو الانجاز هو اتمام ما تم الاتفاق عليه. فعلا دي حقيقه. يعني ايه؟ بقاش واقف في مساحه مزروعه شاسعه والعمل شغال والناس بتكافح وعملت نص المطلوب مني. كل ده ملوش قيمه. القيمه الحقيقيه ان انا التزم واعمل اللي عليا ازرع 200 فدان يبقى ما يبقوش 200 الا واحد. ومش معنى ان ال 100 فدان دول العالم ما لهمش اول من اخر ان انا كده عملت انجاز. لا انا متفق على 200 يبقى ازرع 200. الانجاز هو اتمام ما تم الاتفاق عليه. فعلا دي حقيقه. طب لو انا زرعت 200 فدان الا واحد، او زرعت ل 50 عميل وفي واحد ما زرعتلوش، يبقى انا كده مقصر. فربنا يوفقنا ويقدرنا ونوفي بالتزاماتنا كلها ان شاء الله. انتوا ايه احساسكم؟ احنا جايين نطمن بنفسنا على المستثمرين بتوعنا. بيوصونا جدا، بيأمنونا، وكل مستثمر بيبقى جاي عملوا فينا جدا. فجايين نصور لهم الزرع بتاعتهم قبل وبعد عشان باذن الله يكونوا مبسوطين معانا. وانت ايه رايك يا يوسف؟ هي طبعا مش اول مره نيجي، احنا على طول بنيجي بنشرف او بنبص وبنصور للمستثمرين بتوعنا، وكل مره بيجي المستثمرين بتوعنا بيشوفوا اللي احنا بنقوله لهم بيتوقعوا اكتر منه بكتير، وبيلاقوا اكتر منه يتوقعوا بكتير جدا. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ تسلم ايديكم. بتعمل ايه؟ ايه لك يا عمر؟ دي اعمال التجوير اللي بتتم بعد ايه؟ طبعا العواصف الرمليه بتقفل الجور تاني، فبنرجع العمال يمشوا عليها في كل الاتجاهات علشان خاطر يبداوا يجوروها من جديد. اخبار الرطوبه تحت النخل ايه؟ النخل عندنا بفضل الله بيشرب ميه صح ما شاء الله. ده قطاع نخل سيوي مزروع من تكوره. دي ارض مزروعه عمرها شهر بفضل الله. كل النموات الخضريه شغاله بفضل الله. يعني بنحاول نعمل مش ما تم الاتفاق عليه، ما تم الاتفاق عليه امام الله. صح يعني دي حقيقة. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني النخل ده لو هو ملك خالص احبه زي ما يبقى للاخرين. لو انا هعمله لنفسي اعمله للاخرين زي ما انا هعمله لنفسي، بل افضل كمان. احبه اكتر. يعني لو انا ارضى النخله دي لنفسي ارضاها للاخرين. طب انا لو ما رضيتش لنفسي، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. تيجي نكمل جولتنا واحنا راجعين؟ تمام يلا. صراحه الواحد مش عارف يشبع من الارض. القطاع اللي احنا واقفين ده قطاع 60 فدان. فيه كام قطعه منا؟ 12 قطعه. 12 قطعه. القطعه 5 فدان. بيخدمهم الطريق اللي في النص ده. كل قطعه بتطل على الايه؟ على الطريق كده بعد اذنك. كل قطعه بتطل على الطريق. وبيخدمهم محطه طاقه 60 كيلو. بتخدمهم منطقه اداريه فيها سراير تسع ل 13 فرد مقيم. ليه؟ لان احنا بنعمل حسابنا في الاقامه للعمال القاعدين والمهندسين، والاقامه والعماله المؤقته اللي بتيجي تعمل اعمال معينه مع مقاولين العمال ويمشوا. فنقوم عاملين حسابهم يجوا يقعدوا عندنا يوم 2 3 4 يبقى اماكنهم موجوده بجانب العمال بتوعنا والمهندسين بتوعنا.